يلتئم شمل دول مجلس التعاون مرة أخرى، ولكن بصفة استثنائية في الرياض. أما الدافع إلى تلك القمة الاستباقية للقمة العادية في الدوحة فيكمن في عدم التزام قطر بتعهدات سابقة مع جاراتها بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، تقول مصادر إعلامية نقلا عن شخصية دبلوماسية. ولأن الخلافات لا تزال تراوح مكانها بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، ترتفع الأصوات الداعية إلى استمرار دولة الكويت رئيسة لدورة مجلس التعاون لعام آخر. بل إن الدول الثلاثة المعارضة للسياسة القطرية لا ترى أهمية في انعقاد القمة في الدوحة قبل حل نهائي للأزمة المستمرة. ووفقا للمسؤول الرفيع الذي أكد تلك الرغبة الملحة من قبل السعودية والإمارات والبحرين، فإن السلطات القطرية مطالبة بالكشف عن النوايا الحسنة من أجل اتضاح الصورة الكاملة لمدى التزام الدوحة بالتعهدات السابقة والتي قطعتها على نفسها بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في مجلس التعاون. وتتهم البحرين والإمارات والسعودية العائلة الحاكمة في قطر برعاية أشخاص وجهات معارضة لأنظمتها، كما أن الدوحة تسلك منهجا معاديا لسياسات السعودية في كل من ليبيا ومصر، رغم أن الدوحة والرياض يتخندقان معا في جبهة عداء ضد كل من العراق وسوريا. وتصب التصريحات المسربة إعلاميا في اتجاه تأكيد رفض عقد القمة العادية في الدوحة، بالرغم من أن قطر قد سارعت خلال الأيام الماضية إلى تبديد أي معلومات تشير إلى إلغاء القمة المرتقبة، وذلك بعد إعلانها تأجيل اجتماع لوزراء الخارجية كان مقررا عقده الأسبوع الماضي، وكذلك تأجيل اجتماع الهيئة الاستشارية. خلافات لا تزال تشكل عقبة كبرى أمام استضافة القطريين للقمة خلال الأسابيع المقبلة. فقد فشلت الكويت بقيادة أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في رأب الصدع بين الدوحة والعواصم الثلاث الناقمة عليها، ولم يلبث أمير الكويت أن عاد إلى بلاده من جولة شملت السعودية والإمارات وقطر والبحرين، حتى كانت حصيلة تلك المساعي مخيبة للآمال المرجوة. وبالنسبة للأمير القطري فقد تم تجاوز الكثير من النقاط الخلافية، مقرا ببقاء نقاط قليلة أخرى بإمكان القادة تجاوزها في قمة الرياض. يضيف الأمير تميم بن حمد آل ثاني: هذا ما تقوله القيادة القطرية، فما الذي يسمعها القادة الآخرون في قمة استثنائية يستضيفها السعوديون؟